بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس أحمد هاني، مهندس كهرباء باور. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في المحاضرة رقم 8 لينا، والمحاضرة الأخيرة في كورس الأوتوكاد. إن شاء الله النهاردة هناخد تطبيق عملي زي شبيه للتطبيق العملي اللي احنا أخدناه المحاضرة اللي فاتت. الهدف من التطبيقات اللي احنا بناخدها دي يا باشمهندسين هي ان احنا نبدأ نتعامل مع برنامج الكاد باحترافية شوية. نبدأ ان احنا تبقى ايدينا خفيفة في استخدام البرنامج. يعني ايه؟ تبدأ لما تبقى عايز تجيب امر فتجيبه بسرعة، خلاص بقى ايدك خدت على البرنامج، كل التفاصيل والكلام ده تقدر انك انت تعمله بشكل كبير وبشكل بسيط. انا النهارده ان شاء الله هتكلم معاك في تاسكايه جديده غير التاسكايه اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره رقم 7. انما النهارده ان شاء الله هنتكلم في تاسك مختلفه كده. هيبقى معانا برضو رسمه زي المحاضره اللي فاتت، معانا رسمه هنبدا نقرا في البدايه الدايمنشن بتاعه الرسمه دي، نبدا ان احنا نبقى عارفين كل التفاصيل بتاعه الرسمه كده بشكل عام قبل ما ابدا اشتغل وقبل ما ابدا ان انا ارسم الرسمه. وبعد كده ابدا ان انا انفذ الرسمه بتاعتي على برنامج الاوتوكاد. طيب انا عايزك يا باشمهندس، يعني بنبه للمره ال100 ان انا عايزك انك انت تبدا تشوف تاسكات على النت وتبدا انك انت تنفذ زيها وتطلعها بكواليتي كويسه، بحيث انك انت تتعود بشكل كويس وبشكل كبير على استخدام البرنامج. في الاول وفي الاخر يا باشمهندس، انت لو عملت كده كل الحاجات دي هترجع وهتعود عليك انت بالنفع. انا بقول لك من باب النصيحه، انت لو فضلت تتفرج على الفيديوهات من غير ما تنفذ او من غير ما تطبق الكلام ده عملي، الموضوع هيبقى برضو فيه سنة صعوبة. فلازم تجرب بايديك وتشوف الكلام بيتم ازاي على البرنامج عمليا يعني. طيب تعالى كده نشوف الرسمة اللي معانا النهاردة. الرسمة بالشكل الموضح قدام حضراتكم ده رسمة بسيطة، يعني مش معقدة وما فيهاش أي حاجة. كل الفكرة بس يا باشمهندس إن أنا عايزك أنت تبدأ إنك أنت تنفذ لي الرسمة دي على برنامج الكاد. طيب تعالى كده نفتح أول حاجة. طيب نقرأ الداتا اللي موجودة معانا على الرسمة. طيب في البداية هو بيقول لك إن المسافة من السنتر بتاع الدايرة دي لحد الحته دي كده هو عباره عن 20 سنتي، 2 سنتي قصدي. وبيقول لك ان الحته الصغيره اللي هو نازلها دي عباره عن نص سنتي، وبعد كده دي برده نص سنتي، والمسافه من هنا لهنا 20، والمسافه من هنا لهنا كام يا باشمهندس؟ انت عندك دي 2 سنتي ودي 2 سنتي، والمسافه دي كلها 6 سنتي، فتبقى الحته دي برده 2 سنتي. بيقول لك ان الدايره اللي هي جوه دي الفاي بتاعها يعني القطر بتاعها عباره عن 1.25، انما الكيرف اللي انت شايفه بره ده الراديوس او نصف القطر بتاعه يعني عباره عن 1.5. طيب تعالى ننفذ الكلام ده عمليا على برنامج الاوتوكاد. اول حاجه هفتح من هنا شاشه كده عشان ابدا ان انا اعرف ارسم الرسمه بتاعتي زي ما هو موضح. تعالى نبدا. اول حاجه نعمل الخط اللي هو ده، اللي هو خط ب2 سم كده. اول حاجه باجي جاي من هنا مفعل امر الأورسو علشان انا عايز اعمل خطوط مستقيمه. يا اما بضغط على الامر ده كده فبفعله، او لو انا مثلا عايز استعمل على طول بسرعه فبضغط F8 من الكيبورد بتاعتي بالشكل ده، فانا كده فعلت امر الأورسو. طيب بروح على امر لاين، بحدد الفيرست بوينت وبقول له انا عايزك تمشي لي 2 سم، فهو كده عمل الخط. بزوم طبعا علشان خاطر يبدا الخط يبان معايا بشكل كبير. ادي كده الخط بتاعي عملته 2 سم. بعد كده هقول له انزل الحته دي كام؟ الحته دي كانت نص سنتي، ادي نص سنتي. بعد كده هقول له امشي المسافه اللي هي دي كده كلها عباره عن 2 سم اهو. هقول له كده امشي 2 سم. بعد كده هقول له اطلع نص سنتي، هقول له اطلع نص سنتي. هرجع بس كده خطوه لورا، هقول له اطلع لي نص سنتي بالشكل ده كده. بعد كده هو كده عمل اكتر من نص سنتي، فاعمل كنترول زد. بعد كده بقول له اطلع لي نص سنتي بالظبط كده،
فهو كده طلع نص سنتي. بعد كده هقول له ايه؟ هقول له امشي 2 سنتي كمان، كده مشي ال 2 سنتي. بعد كده اعمل كنسل، فانا كده خلصت الجزئيه اللي هي الايه؟ الحته اللي فوق دي كده. طيب تعالى نعمل الحته اللي تحت. هعملها ازاي؟ اول حاجه باجي جاي بعمل لاين كده كانديكيشن ليا، باجي عامل كده واجي عامل خط كده. ده خط كده كبير بالنسبه لي، عامله كانديكيشن مش اكتر يعني. طيب هي المسافة من هنا لهنا كام؟ المسافة من هنا لهنا كام يا باشمهندس؟ هو بيقول لك ان نصف القطر بتاع الدايرة الكيرف ده كده هو عبارة عن 1.5، فيبقى انت عندك الحتة دي كده 1.5 والحتة دي كده 1.5، فتبقى المسافة دي كلها 3 سم. يبقى انا كده هعمل انديكيشن لنفسي 3 سم، هاجي من هنا كده وانزل اقول له انزل لي 3 سم واعمل انتر. نزل 3 سم بالشكل ده كده خلاص. باجي بقى ايه؟ باجي ماشي كده ال 6 سم اللي هم فين؟ اللي هم دول اللي هو بيقول لي عليهم دول، فاقول له امشي لي كده 6 سم واعمل انتر. بعد كده اعمل كنسل. بعد كده اجي رايح شايل الخط اللي انا عملته ده، انا مش محتاجه في اي حاجه. دول كانوا انديكيشن كده للشغل بتاعي بس. طيب كده عملت الخط اللي فوق والخط اللي تحت. طيب فاضل ايه يا باشمهندس؟ فاضل ان انا اعمل الكيرف ده كده. طيب هو الكيرف ده انا هحدد السنتر بتاعه ازاي؟ اول حاجه انا عرفت ان المسافه دي كده 1.5، فهاجي جاي بكل بساطه هاجي عامل لاين، احدد الفيرست بوينت بتاعتي هنا، اقول له اطلع لي كده 1.5. طلع لي كده، فانا كده خلاص خلصت الايه؟ حددت السنتر بتاعي. طيب هقول له ايه؟ هقول له اعمل لي سيركل بالشكل ده كده، حددت السنتر بتاعها. هقول له ان نصف القطر بتاعها عباره عن 1.5 واعمل انتر. هو كده عمل لي الكيرف اللي بره. طيب انا عايز اشيل الحته اللي جوه، هعمل ايه؟ هاجي جاي هنا كده عامل خط بالشكل ده وعامل خط بالشكل ده كده واعمل ايه؟ كنسل. واجي جاي بامر ايه؟ ترم اللي احنا اخدناه. قلنا لو انا عايز امسح الجزء ده اقدر ان انا اعمل الكلام ده من خلال امر ايه؟ من خلال امر ترم. اقعد امسح بقى كل الحاجات اللي انا مش محتاجها في الرسمه بتاعتي بالشكل ده كده. طيب كده انا عملت الايه؟ الكيرف اللي بره. طيب تعالى نعمل نفس الكلام هنا. اقدر ان انا اعمل نفس الكلام هنا؟ طبعا اقدر ان انا اعمل نفس الكلام بنفس الطريقه. انا هقول له هعمل لاين، هقول له ادي البدايه بتاعتي، اقول له اطلع لي كده 1.5 سم واعمل انتر. كده انا قدرت احدد الايه؟ احدد السنتر بتاع الدايره. بعد كده هقول له اعمل لي دايره اهو، حددت السنتر بتاعها، هقول له نصف القطر بتاعها كام؟ 1.5 واعمل انتر بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب هتقول لي ليه يا باشمهندس انا ما جيتش ليه على طول بامر ترم ورحت مسحت الجزء ده كده على طول؟ هل ان انا اقدر اعمل الكلام ده؟ طبعا تقدر تعمل الكلام ده من غير ما كنت تعمل الخط اللي انا عملته في الاول، ولكن انا بعمله ليه؟ عملت لك ليه الخط في الاول؟ عشان اقول لك لو هو مثلا لو انت جيت عملت امر ترم وكنت عايز تمسح الجزء ده من الدايره وهو ما كانش عايز يتمسح، فانت باي حاجه عايز تعمل لها ترم وهي مش يعني عايز تاخد جزء من الاوبجكت بتاعك تعمل له ترم وهو مش عايز يتعمل له ترم، بتعمل ايه؟ بتيجي بلاين وتفصل الجزء بتاعك كده، يعني زي ما انا عملت فصلت الجزء ده عن الجزء ده علشان امسح الجزء الايه اللي كان جوه هنا. ولكن هي دي بس انا عملتها عشان خاطر اوريك او اقول لك الهنت ده يعني. طيب هشيل بقى الجزء ده كده واشيل الجزء ده كده، انا مش محتاجه في اي حاجه، ومع ان انا كنت محتاج الخط ده فهعمل مثلا كنترول زد كده، فهو كده رجعني للحته دي تاني. اقول له ترم واقول له شيل لي الحته دي بس. طيب كنسل. طيب تعالى بعد كده بقى احنا عايزين نرسم الدايره الصغيره. الدايره الصغيره هو السنتر بتاعها برضو على بعد 1.5، ولكن القطر بتاعها 1.25، يعني نصف القطر بتاعها عباره عن كام؟ يعني عباره عن 1.25 على الاتنين. هيدي لك كام يا باشمهندس؟ هيدي لك 6/10 تقريبا. طيب هتيجي انت يا باشا واقف هنا كده، هتقول له ادي السنتر، وهتقول له يا باشا عايزك تعمل لي دايره نصف القطر بتاعها 6/10. هيجي هو عاملها لك على طول كده، عمل لك الدايره اللي جوه هنا. طيب تعالى ناخد من هنا برضو انديكيشن كده. هنعمل من هنا ادي السنتر زي ما هو موضح كده. هقول له ده كان لاين، اجي رايح عامل سيركل وادي السنتر فين. لو بعدت كده شويه هيجيب لي السنتر اهو، حددت السنتر. اقول له القطر بتاعها عباره عن 6/10 بالشكل ده كده. انا قدرت اعمل الدايره اللي هي جوه، واجي رايح شايل الخط اللي انا كنت عامله جوه ده كده. انا خلصت الرسمه بتاعتي بكل بساطه وبكل سهوله. طيب هو ده ايه؟ ده داش لاين، ده اللي هو الدوت لاين اللي هو بيبقى خط حته
كبيره وحته صغيره وحته كبيره وحته صغيره. دي يعني يعرفها شويه مهندسين مدني ومهندسين معماري، مش قصتنا يعني، فمش مش لازم انك انت تعملها يا باشمهندس ولا اي حاجه. طيب كده انا خلصت الرسمه بتاعتي بالشكل اللي قدامك ده، ولكن انا لو جيت بصيت، لو جيت عملت مثلا سيلكت هنا على الحته دي فتلاقيه بيعمل لي سيلكت عليها لوحدها، او لو جيت عملت سيلكت هنا هتلاقيه بيعمل لي سيلكت على الجزء ده لوحده. لو انا مثلا جيت عملت سيلكت على الجزء ده هتلاقيه بيعمل لي عليه لوحده. طيب هل هو انا يا باشمهندس اقدر لما اجي اخلي الاوبجكت اللي انا رسمته ده او الرسمه اللي انا رسمتها دي كلها كانها اوبجكت واحد؟ اقدر اعمل الكلام ده، واحنا قلنا الكلام ده خلال شرح المحاضرات، ولكن احنا قلنا احنا بناخد التطبيق العملي علشان نفكر نفسنا بالحاجات اللي احنا قلناها. طيب لو انا عايز اعمل الرسمه دي كلها على بلوك واحد، يعني لما اجي اعمل عليها سيلكت يعمل لي سيلكت عليها كلها، اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه بعملها بعمل سيلكت للرسمه بتاعتي، وبعد كده بضغط بي اللي هو امر بلوك يعني، فبضغط بي وبعد كده بضغط انتر. فباجي مثلا مسمي الرسمه دي هسميها اي اسم، وليكن مثلا هسميها ارش بالشكل ده كده. بعد كده بروح احدد اللي هو الايه البيج بوينت بتاعتي، وليكن مثلا البيج بوينت دي كانت هنا عادي في اي مكان. بعد كده بتعمل اوكي، فهتلاقي كده بص لو جيت عملت سيلكت هتلاقيه عمل لك سيلكت على الايه على الاوبجكت كله، عمل لك الرسمه اللي انت عملتها كلها كانها اوبجكت ايه، كانها اوبجكت واحد. كده احنا خلصنا التطبيق العملي بتاع النهارده، مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده. كل اللي مطلوب منك بقى يا باشمهندس في خلال الفترة اللي جاية انك انت تقعد تدرب نفسك على الرسومات وتبدأ تعملها على برنامج الاوتوكاد. انت لو بصيت الموضوع بسيط وسهل، كل الاوامر اللي احنا اخدناها في برنامج الكاد بسيطة وسهلة كاستعمال لمهندسين كهرباء باور. انت مثلا كمهندس كهرباء باور انت مش بتيجي مثلا في اي مبنى تيجي بترسم المبنى من الاول وتعمل العمدان وكل الكلام ده، انت مش بتعمل كده. ده تخصص مهندسين مدني. مهندسين مدني هم اللي بيعملوا العمدان وبيعملوا الرسومات والكلام ده كله، وكذلك مهندسين عماره بقى لما بييجوا يعملوا الديزاين وكل التفاصيل دي. ولكن انت دورك كمهندس كهرباء باور انك انت بس تبقى عارف الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، علشان خاطر لما تيجي تشتغل شغلك في اي مبنى، تشتغل بقى شغل الكهرباء بتاعك في اي مبنى على برنامج الكاد، هتستخدم كل الاوامر دي. هتحتاج انك انت لما تيجي مثلا تمشي سلك داخل ماسوره، فالسلك ده هتعمله ازاي؟ هتعمله كانه لاين ماشي مش عارف رايح لحد فين. كل الكلام ده هقوله لك ان شاء الله لو لما نتكلم في كورس الديستريبيوشن باذن الله. مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.